اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، مستمرين فقراتنا في نهارك سعيد. الحقيقه قبل كورونا كان المرض اللي بيخوف الناس كلها وكان الكلام عنه هو السرطان. هو مش معنى بقى ان في كورونا ان السرطان خلص، لا، السرطان مكمل وبيشكل هاجس كبير بالنسبه لناس كتير، خصوصا انه بقى بيجي لناس في اعمار صغيره. ومن اهم الحاجات في مقاومه المرض ده والانتصار عليه هو الحاله النفسيه للمريض، وازاي ان هو يقدر يقاوم المرض، لانه قبل كده ما كانش في امل في علاجه، لكن مع العلاجات الجديده ومع الحاله النفسيه بقى في ناس كتير بتنتصر عليه. خلونا نرحب بضيفتنا دكتوره ناديه مجدي، واحده من محاربات مرض السرطان. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اولا، حضرتك الورم جه فين ولا انا عندي سرطان ثدي مرحله ثالثه. مرحله ثالثه؟ جه في الصدر اليمين وغدد الليمفاويه تحت الدراع. حضرتك يعني جال حضرتك امتى واكتشفتيه ازاي؟ هو انا اكتشفته بالصدفه البحته. بالسكريننج العادي حسيت فيه كلكيعه كده، والاول كنت بحس انه زي في كهرباء زياده في منطقه صدري هنا من فوق، بس انا ما كنتش بركز قوي. وبعدين لقيت فيه كلكيعه والكلكيعه بتوجع. هو اللي متعارف عليه ان الكتله السرطانيه ما بتبقاش بتوجع. انا كانت مؤلمه بالنسبه لي. اوكي. فعشان كده رمت يعني على طول حجزت عند دكتور اورام، وقلت نروح نطمن. ده انت كنت بس بتعملي تشيك اب عادي تشيك اب يعني؟ عادي جدا، اللي هو اه. التشيك اب اللي المفروض اي سيده بتعمله دوريا بعد انتهاء الدوره. مم. فتشيك اب عادي جدا. حجزت بقى عند دكتور اورام واكتشفنا القصه. ده الكلام ده من قد ايه بقى؟ لا لسه شهر 7 اللي فات. شهر 7 اللي فات. اه. طيب، ايه الاجراءات بقى اللي بتتخذ، او من شهر 7 لحد دلوقتي إيه اللي حصل هو احنا اول لما رحنا للدكتور عملنا سونار، فهو يعني من وش الدكتور بتاع السونار انا حسيت ان في حاجه مش مظبوطه. انا صيدلانيه زي ما حضرتك عارف، فعشان كده يعني كنت عارفه انه لا، دي مش هتبقى حاجه هينه يعني. مم. خدنا عينه ورحنا حللناها. وبعد لما النتيجه طلعت الدكتور قال لي لازم نبدا فورا العلاج الكيميائي، فبدات على طول. طيب، بما ان حضرتك دكتوره صيدلانيه فانت عارفه طبعا الادويه وعارفه اثارها. للاسف. 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 ايوه. كانت بالنسبه لي انا عارفه، بس مش عارفه اصدق ان ده هيحصل لي انا. يعني كون انك بتذاكر حاجه او عارفها مختلف تماما عن التجربه ان انت تمر بيها. مم. فتره مثلا تساقط الشعر او شكلي انه يتغير، رموشي، حواجبي، حاجات كتير قوي. كانت بالنسبه لي صعبه جدا، يعني مش حاجه هينه. انا عارفه انها هتحصل، بس مش مصدقه انها هتحصل بالسرعه دي. يعني أنا شعري كله وقع في يوم واحد. كله في يوم واحد؟ كله في يوم واحد. طب فصعب. واكتستي الفتره دي ازاي؟ ما هو ده بقى اللي يعني انت عشان عارف ان ده هيحصل كان لازم يكون في بلان بي زي ما بنقول. مم. نزلت جبت شعر بواريك زي ما انا لابسه دلوقتي، وعملت يعني اللي هو شكلي الطبيعي لازم يفضل، اولا عشان خاطر نفسي وبعدين عشان خاطر ولادي. ما ينفعش يشوفوا ان ماما بتتحول الى الشخص اللي هو مريض سرطان بشكله المختلف، فاهم قصدي؟ فعشان مم. نفسيتي وعشان ولادي انا عملت كده. طرق المقاومة في الحالات اللي زي دي بتختلف. يعني اكيد. عندنا زميلتنا مدينة شاكر، ربنا يديها الصحة، يا رب. وهي بتحارب المرض. هي تعاملت مع الموضوع بقوة جدا وعملت سيشن وهي شايلة شعرها ايوه ايوه، في ناس بتقدر بصراحه، بس انا ما قدرتش. يعني انا بالنسبه لي كان موضوع تساقط شعري ده صعب جدا نفسيا. بس مم. عرفت اتخطاه ان انا شكلي يفضل زي ما هو، يعني فاهم قصدي؟ وانت عارفه ان هي حاجه ريفرسبل ومؤقته، فيعني ان شاء الله ربنا يكرم ويطلع تاني باذن الله. الحالة النفسية بتفرق قد ايه؟ جدا جدا. بص انا يعني دايما حتى اصحابي عارفين، انا بقول لهم ان دي مش اول مره امر بالسرطان، انا متعافيه من اكتئاب قبل كده. فالاكتئاب هو سرطان الروح. فبالنسبه لي انا عارفه ان ما ينفعش ادخل في الاوضه الضلمه دي تاني. فلازم حالتي النفسيه تفضل دايما عاليه عشان المرض وعشان نفسي. يعني مم. قبل حتى لما اعيا انا دايما مركزه ان انا حالتي النفسيه تفضل كويسه. فتلاقيني حتى وانا معاك دلوقتي عماله بضحك وعادي يعني. اللي مم. هو لا، انا دايما لازم اكون مركزه ان انا حالتي النفسيه تكون افضل. مم. فهي طبعا مهمه جدا جدا. دور العيلة بقى في ده كمان كان عامل ازاي؟ بص انا اهلي متوفيين وانا مطلقه. فانا يعني دايره الدعم بتاعتي مش كبيره، هو اخويا واسرته ربنا يخليهم لي. وطبعا اصدقائي اللي هم اكتر من عيلتي، يعني شايفه منهم كل خير الصراحه. وفي بقى جروب دعم لمرضى السرطان على الفيسبوك، عاملاه نور شكري وهي متعافيه برضه سرطان. على طول مع بعض وبنعمل ايفنتس وبنعمل توعيه، هي برضه صيدلانيه. فبنعمل على طول ايفنتات يعني للتوعيه وكده، فده طبعا جروب دعم كويس جدا ليا. طيب، اللايف ستايل بتاعك بقى وانت متعايشة مع الموضوع اختلف قد ايه عن اسلوب حياتك العادي؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه بجد. يعني بس يمكن تكون المفروض ان انا، يعني هو العلاج بيزود الوزن شويه، فالمفروض ان انا وزني ينزل، بس انا مش بعرف اعمل ده قوي. بس الاكل ما اتغيرش، اي حاجه ما اتغيرتش. يمكن بيحصل شويه ارق من الادويه، يعني كلايف ستايل اجمالا لا ما اتغيرش اي حاجه. امم طب،
يعني انت لما بتبقي محتاجه دعم نفسي، كل انسان يعني اكيد. بيبقى بيجي له لحظات بيتضغط فيها، بتتصرفي ازاي؟ بص، هو الداعم الاول والاخير هو ربنا، يقينك بربنا انه ان شاء الله هي نعم فتره بالله. وهتعدي، وانه دي مش اول حاجه، مش اول خبطه على راسي يعني. فانا متعوده. فمع يعني كل لما بحتاج اي حاجه اكيد بفضل ادعي ربنا، واصحابي بقى المقربين. عندي صاحبتي من 30 سنه نوران على طول معايا يعني الحمد لله، واخويا. انا فهمت ان انت بتعملي فيديوهات اه كمان. اه ايه ايوه. حكايه الفيديوهات بقى؟ بص، هي الفترة ديت لا طبعا نظرا لظروف العلاج انا مش عارفة التزم بشغل. انا قبل لما اعيا كنت ماسكة سلسلة صيدليات، فكنت بشتغل كتير قوي قوي قوي، ويمكن الاسترس كان جزء من العيا بصراحة يعني، او جزء من سبب ان انا يحصل لي قصة السرطان دي. فبما ان انا قاعدة في البيت وانا على طول بحب اديوكيت واتكلم مع الصيادلة الصغيرين واعلمهم واتكلم مع الجمهور عامة في الصيدليات، قلت طب انا مش عارفة اعمل ده فهعمله من البيت. ومن هنا جات لي الفكرة، بس يعني اللي هو انا عايزة انبسط وعايزة اخلي الناس تتعلم، ولقيت الحمد لله الريفيوهات كويسه قوي قوي يعني. بتعملي الفيديوهات عن ايه بقى؟ عن منتجات البشره والشعر والصحه العامه عامه للناس يعني. واهم النصايح بقى اللي بتنصحيها للناس ايه؟ لا يتفرجوا عليا بقى. لا يعني قولي لنا اوت لاين كده يعني. في حاجات كتير يعني. هقول لك حاجه، انا مثلا مفيش ست ابدا بتحب يبقى شكلها وحش. كلنا مثلا بنحب انه ما يبقاش في تجاعيد، ما يبقاش في تقصف في شعرنا و فبتكلم مع كل يعني على كل حاله على حده، ايه احسن حاجه تستخدميها ليكي وايه الحاجات اللي ما ينفعش تستخدميها. مم. بس. طيب، المجموعات اللي انت بتقعدوا فيها وبتعملوا توعية، مم. بتقولوا ايه للناس بنقول ايه لبعض. وازاي لبعض، اه. وبتقولوا ايه للناس اللي بيبقى لسه جاي لها الموضوع جديد وبيبقى حالتهم النفسية وحشة بص، هو انا على طول على الفيسبوك بحط بوستس انه انا مريت بايه وشكلي كان ايه، وبحط صور كتير عشان الناس تشوف انه لا يعني الموضوع ما بيكملش كده، حتى لو انت عديت بفتره صعبه اللي بعدها بيبقى مش صعب خالص. فلما يجي حد متشخص جديد مثلا والاقيه باعت لي على الانبوكس، اقول لها ما تخافيش صدقيني ربنا ادام ابتلاكي هو انت قدها. فبفضل بقى دايما اديهم نصايح اللي هو نعمل ايه، وفي المرحله دي انا مثلا مرحله الكيماوي توقعي كذا 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 فما تتصدميش. مرحله الاشعاع مثلا الجلد بيتبهدل خالص والدنيا ما بتبقاش. مرحله الاشعاع فعلا مرحله صعبه. المفروض منك تعملي كذا 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 عشان جلدك ما يتبهدلش وهكذا، فاهم قصدي. مم. وغير كده احنا جروب داعم لبعض، احنا كلنا تعتبر مرضى سرطان، فكل واحد بيحكي تجربته زي ما بتقول بيخرج اللي جواه، واللي مر او اللي في مرحله بعده بيقول له لا ما تخافش المرحله اللي انت فيها دي مش اكتر حاجه وحشه، اللي بعده سهل وهكذا. فهو جروب داعم بكل الطرق يعني. بس اكيد الدنيا مش سلسة طول لا الوقت مش زي ما سلسه. انت لا 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 بتصوري مش لي سلسه كده. خالص، مم. واضحك عليك لو اقول لك ان علاج السرطان سهل، لا خالص. علاج السرطان مرهق نفسيا وماديا وكل حاجه، بس هو مش هيعدي غير زي ما انت شايفني كده، فاهم مم. قصدي، يعني هو مم. مش هيعدي غير كده. مم. فخلاص انت you don't have another option، يعني ما تستسلم يا اما تكمل تفايت with a smile زي ما بنقول. طب وهو المفروض يبقى كام مرحلة بقى العلاج؟ هو كل حاله طبعا مختلفه، بس هو في علاج كيميائي وفي عمليه استئصال الورم وفي بعدها الاشعاعي وفي الهرموني. مم. يعني انا مكمله لسه سنتين ان شاء الله يعني باذن الله. ربنا يقويك يا رب. باذن الله. طب انت يعني انت بتقولي اثر على حياتك وما اه بقتش عارفه طبعا. تلتزمي طبعا بشغل. طبعا. ازاي عرفتي تتأقلمي مع فكره بقى الحياه الجديده، انه لا يعني الحياه بشكلها القديم انا مش هعرف امم. اعملها، انا لازم اعمل حياتي بشكل جديد؟ اكيد ده مش قرار سهل. خالص خالص، خصوصا انا حد انرجيتك قوي، يعني انا طول الوقت بشتغل وبتحرك وبروح وباجي يعني طبعا معتمده على نفسي وبصرف على روحي وعلى اولادي كمان، فالموضوع ما كانش سهل بالنسبه لي خالص. بس بدانا نحط بلان بي زي ما انا بقول لك، كل حاجه انت بتحط فيها لازم لها خطه. فالخطه كانت ان اولادي مش هينفع مثلا يبقوا معايا في فتره العلاج دي، فهم مع طليقي ومع والدته ربنا يديها الصحه، فهم يعني متوليين رعايه اولادي وانا بشوفهم كل لما بقدر، وفي الفتره الحاليه انا مركزه على تعافيه انا، دي اهم حاجه. مم. ماشي، بس القرار بقى ان انت البلان بي، ما هو يعني ياما ناس بتاخد قرارات بس ما اكيد. بتعرفش تنفذها. لا ما احنا لازم ننفذ بقى، ما عشان الفترة تعدي لازم انفذ. ما انا عشان انا كده بسألك، متأقلمة ازاي. فكرتي يعني كان ايه الاختيارات اللي قدامك، واخترتي على اني اساس؟ لا انا هعمل فيديوهات للتوعية، لا انا هعمل كذا. انا مش عارفة اقعد كده، انا بقولك طول الوقت بتعامل مع جمهور وطول الوقت بتعامل مع زمايل ليا صيادلة، فمش عارفة اقعد من غير ما اكون بعمل حاجة. فبالتالي بدات اذاكر واعد ماتيريال اهو كده كده، احنا على طول بنذاكر، الصيادله على طول بيذاكروا. فانا باهل نفسي للمرحله الجايه ان انا اكون احسن. ما قعدتش في البيت ونسيت، بل بالعكس انا قعدت في البيت وعلمت ناس تانية وزفدت نفسي. فهو ده كان الاوبشن اللي قدامي دلوقتي يعني. طيب، بما ان حضرتك دكتورة صيدلانية،
العلاج زمان كان اعتقد اصعب بكتير جدا من جدا دلوقتي. جدا. اشرحي لي بقى التطور في العلاج اللي اكيد طبعا ده عملتي فيه دراسة يعني. تطور علاج السرطان من زمان لدلوقتي قد ايه؟ زمان كان يقول لك السرطان ده المرض الوحش او المرض اللي بيموت، لا هو اسمه دلوقتي سرطان، احنا متعاملين مع فكره. وبعدين هو زي ما حضرتك قلت بيجي في يعني لاي سن، بيجي ما ملهاش قاعده. فاهم قصدي؟ زمان كانت الدنيا اكيد اصعب في علاج السايد افكتس او التاثيرات السلبيه بسبب الدواء. مم. دلوقتي الدنيا مختلفه، يعني مثلا مريض السرطان زمان كان على طول معروف ان هو بيرجع كتير جدا، وانا اسفه اني بقول كده، بس دلوقتي الدنيا لا مختلفه، انت بتاخد حقن بتوقف موضوع الترجيع ده، او على الاقل بتقننه بحيث ان انت ما تبقاش على طول حاسس ان انت مش قادر. لو جسمك منهك على طول، لا في حاجات تعويضيه بتتاخد بتخليك قادر تقف، ما فيش مشكله، مم. او بتخليك تعدي فتره انه العلاج، تاثيرات العلاج الكيميائي عليك. فاكيد اكيد الدنيا اتطورت كتير عن زمان يعني، الحمد لله. واعتقد الاهم نسب نجاح العلاج. طبعا طبعا. وما فيش والله حاله مستعصيه، يعني انا لما بقول للناس السرطان ما بيموتش، هو احنا بنموت لما عمرنا بيخلص، هو سبب مش اكتر. فيعني احنا بناخد بالاسباب وبنحاول نتعالج وربنا يكرم. فاهم قصدي؟ لا يعني علميا نسب نجاح العلاج بقت عليت، بقت عاليه قد ايه؟ جدا عشان جدا. انا برضو يعني ما اعرفش، فانا عشان لا لا كده لا، بسأل سرطان حضرتك. الثدي بيوصل نسب الشفاء فيه ل 98%، فانت بتتكلم مم. في نسبه محترمه جدا يعني، فغير مم. زمان تماما تماما. فهو مم. الموضوع يخض، طبعا ده سرطان، بس مش لدرجه ان احنا نيأس يعني. مم. طيب في مؤسسات كتير بتشتغل على طبعا التوعية بمرض سرطان الثدي بالنسبة للمرأة. هل شايفة انه الحملات دي جدا. والتوعية دي كافية اللي معمولة دلوقتي اه طبعا ولا؟ طبعا. مم. كافيه جدا حمله ال 100 مليون مراه وطبعا مؤسسه بهيه معروفه، انا للاسف ما اتشرفتش ان انا اكون فيها، بس يعني اكيد اكيد معروفه. واصحابي من شركه من دايره الدعم بتاعتنا دايما بيقولوا لنا ان هم عاملين مجهود محترم يعني. مم. بس. وهو دورنا اصلا مم. مجتمعيا، يعني انا دوري في الشغل ان شاء الله لما ارجع تاني انا على طول هفضل اوعي الستات على السكرين بتاع كل شهر. انت المفروض تكوني بتكشفي شهريا على نفسك عشان تطمني ان انت تمام. فاهم قصدي؟ لان هو فعلا ما بيبانش، فعلا ما بيبانش. وفي ناس كمان بيبدا عندها السرطان من الغدد قبل لما يوصل للثدي، فالموضوع محتاج ان احنا نكون متابعين نفسنا على طول. طب وهو المفروض الست تعرف يعني الفروق بيبان دي؟ بيبان بالتحسس او بطريقه السكريننج اللي معروفه لكل سيده اخر كل شهر مم. او بس بعد هي كل دوره بس يعني. هي المفروض انه الست تكشف كل شهر. اه بالظبط كده. وده حاجه متعارف عليها، بل بالعكس على طول بتيجي في التلفزيون وبتيجي في حملات التوعيه، يعني انه لازم كل سيده كل شهر تكشف على نفسها عشان تطمن ان مفيش حاجه. كل لما تلحق بدري كل لما كان افضل. انا للاسف ما لحقتوش بدري، بس الحمد لله برضو الحاله بتاعتي يعني الحمد لله دلوقتي افضل. علميا ايه اللي مخلي السرطان الثدي منتشر بالطريقه دي، او ايه اهم ما توصل ليه حاجات العلم كتير يعني؟ قوي، لا لا حاجات كتير قوي، استرس، اكل، لا حاجات كتير قوي يعني. هي ملهاش قاعده، ما نقدرش نقول ده يجيله وده ما يجيلوش، هي ملهاش قاعده. في طبعا عامل وراثي، رغم ان انا ما كانش فيه في عيلتي خالص تقريبا حد عندنا مصاب بالسرطان يعني، بس هي ليها حاجات كتير قوي، مفيش قاعده معينه. مم. بس عشان كده كلنا معرضين، فكلنا لازم نعمل الكشف الدوري. لا انا بحاول ان انا اعرف من حضرتك من منظور علمي، بما انه حضرتك يعني دكتوره صيدلانيه فاكيد قريتي في ده ما انا كتير. بقول لحضرتك هي عوامل كتير جدا، الحزن، الاسترس، الاكل، ساعات المواد الكيميائيه اللي فيه، لو شخص حساس جدا ساعات كتير جدا بيكون ده سبب السرطان. حاجات كتير يعني، عامل وراثي ده طبعا يعني اكتر حاجه. لو حد في العيله قبل كده مصاب، دايما بيحصل بقى نبدا نكشف من سن 25 دوريا كل 6 شهور، لو في اوريدي اصابه في العيله سابقه يعني. حضرتك اكيد طبعا متابعه العلاجات كلها بره واخر التطورات مع فيها. دكتور الاورام بتاعي طبعا اكيد، فيما يخص حالتي يعني مش متشعبه قوي. مم. طب ايه اخر يعني قولي لنا اخر التطورات ايه حتى للستات اللي بتشوفنا ممكن يبقوا يعني يعرفوا ايه؟ الموضوع مش مستعصي، بالعكس سرطان الثدي زي ما احنا قلنا نسبة العلاج فيه او نسبة الشفاء فيه عالية جدا، فكل شوية يطلع دواء جديد بيشتغل بطريقة معينة يخلي الورم دوت يختفي قبل لما نشيله. فالموضوع لا لا دلوقتي مختلف خالص، والحمد لله نسب الشفاء عالية جدا. طيب الستات اللي بيبقى بيجي لها صدمه ما بتبقاش عارفه تتعامل هي ازاي. لازم تيجي صدمة، ما اه فيش. ما بتيجي صدمه، بس ايوه. مش كل ست بتتخطاها بسهوله، هم. يعني ممكن في ستات ما بتتخطاهاش. اكيد. بتقولي لهم ايه يعني المفروض يتعاملوا مع الموضوع ازاي؟
هي لازم تيجي صدمه، اللي اصلا مش هيتصدم ان عنده سرطان ده يبقى عنده مشكله، يعني هو لازم تيجي صدمه. بس هي انت لازم تقفي مع نفسك وتقولي ها هستسلم، يعني هموت مثلا ولا هكمل علاجي. ما قدامناش اوبشن. انا دايما شايفه ان انا ما قداميش اوبشن، انا ده قدامي اوبشن ان انا اكمل بس علاجي، وان انا اتعافى عشان خاطر ولادي وعشان خاطر الناس اللي انا بحبهم. فهو الصدمه تعاملها الوحيد ان انت تواجه، ما فيش اي حاجه تانية ممكن تتعمل خالص. وطبعا دايره الدعم اللي حوالين اي سيده ده مهم جدا جدا. امم. طيب، وتنصحي ازاي الست ان هي تخطط حياتها بعد كده؟ يعني دايما هي بتيجي الصدمه بيبقى الانسان مش شايف بعد كده ايه اللي جاي عليه، وفي ناس كتير بتقعد في فتره طب انا المفروض اعمل ايه، طب انا امم المفروض حياتي تستمر بعد كده ازاي؟ آه، هي كل واحده بتخطط حياتها حسب يعني طريقه حياتها. لو مثلا سيده متزوجه اكيد زوجها هيساعدها في رعايه الاولاد، المصاريف وحاجات كده. فكل واحد بيخطط حياته حسب الاوبشنز اللي متاحه قدامه يعني. اهم حاجه ان هي تعرف او تتاكد انه هي ما قدامهاش غير المواجهه، وباذن الله السعي او المواجهه ربنا ان شاء الله هيكرمها وتخف. فدي اهم حاجه، يعني ان هي ترتب حياتها حسب المتاح ليها. تمام، بس ازاي تقدر ان هي يبقى عندها امل وتخلق مستقبل جديد زي ما انت عملتي وابتديتي تعملي فيديوز؟ يعني تجيب منين الموتيفيشن، الدافع ان هي تعمل ده؟ انا لقيت الدافع بتاعي بصراحه في جروب دعم مرضى السرطان، لما كلهم بنات صغيرين وشبهنا وولاد طبعا، يعني هي سرطانات مختلفه. بس الموضوع لا، يعني بتشوف حالات بتتعافى، بتشوف طبعا حالات بتتوفى ربنا يرحمهم، بس احنا طول الوقت داعمين لبعض. فانا يعني الموتيفيشن بتاعي كان ان انا قابلت الناس دي الحمد لله، وده انا محظوظه جدا يعني. طب احكي لي عنهم اكتر يعني. هو جروب على الفيسبوك اسمه توجذر وي كانسر، اللي عاملاه زي ما قلت لحضرتك هي ناجيه من مرض السرطان الثدي. وهي على طول يعني بتاديوكيت، هي بقت كانسر كوتش نور شكري. فبقت على طول بتعلم بقى اللي هو يا جماعه لو جالنا نعمل كذا كذا، بتوصلنا بدكاتره اورام. في ناس احنا لما بتجي لك ما بتبقاش عارف مين دكتور الاورام الكويس، مين دكتور الجراحه الكويس اللي يعمل لك العمليه عشان ما تبانش، مين ايه المكان مثلا بتاع الاشعاعي اللي انت واثق ان الجهاز فيه تمام وشغال. فطول الوقت بتسال وطول الوقت عايز نصايح. فده الدور الاكبر للجروب، غير طبعا بقى الايفنتات اللي احنا بنعملها اللي هو بنفرفش بعض بقى ونتقابل وكده. طيب، هل السرطان الثدي ممكن يرجع تاني؟ اه طبعا طبعا اكيد. طب ازاي يعني، هل في طريقة لمنعه ان هو لا يرجع تاني؟ لا لا خالص، السكريننج احنا بس بنعمل كشف دوري كل 6 شهور بعد التعافي طبعا، ونتاكد ان احنا الدنيا تمام. لو مش تمام بنبدا علاج تاني عادي جدا. يعني خلاص انت متعايش مع فكره ان انت مريض، فلازم تعدي يعني، خلاص تابع وعدي بس. يعني فكرة ان هو بيتكرر ويرجع تاني دي واردة جدا. وارده جدا جدا وبتحصل كتير على فكره، مم. بتحصل حتى بعد العمليه بعد ازاله الورم. لا يعني مفيش طريقة انه او اسلوب حياة ممكن الست تعمله او اي مريض اسلوب سرطان حياه يعمله؟ صحي احنا مش هننكر ان هو احسن حاجه، بس مفيش حاجه بتمنع خالص خالص. مم. ممكن يعني كل طبيعه انسان مختلفه عن التانيه، فممكن حد حساس شويتين ثلاثه يرجع له عادي. مم. ممكن حد ما تعافاش نفسيا اصلا من فكره الصدمه الاولانيه ترجع له، يعني ملهاش علاقه، ملهاش علاقه خالص. فانت طول الوقت بس محتاج كل 6 شهور تعمل الكشف الدوري لو الحاله مستقره بس. طيب، وزي الانسان اللي بيصاب بالمرض ده يعيد شحن نفسه زي ما حضرتك عاملة كده، لا خد بالك انا معنوياته؟ هقول لك طبيعي جدا انا بقع وبكتئب وبعيط، ويعني انا زي ما قلت لحضرتك انا طول الوقت لوحدي. فالموضوع مش سهل خالص، مش سهل تماما. بس ملهاش حل حاجة او ملهاش اي حاجه تانية او وصفه سحريه زي ما بنقول غير الاستعانه بالله. يعني انا طول الوقت بدعي ربنا يا رب خلي الفتره دي تعدي، تخليها سهله عليا، تخلي الناس جنبي، يعني عارف بالدعاء والاستعانه بالله بس. يعني انا مش شايفه ان في اي حاجه تانية ممكن الواحد يعملها بصراحه. وطبعا الدايره الداعمه زي ما قلت لحضرتك. ردود فعل الناس اللي انت بتكلميهم بتعملي لهم الفيديوهات بتبقى عامله ازاي؟ لا لا حلوة قوي الحمد لله. حتى النقد بيبقى نقد لطيف، يعني اللي هو احسن من نفسي في ايه، اتكلم عن ايه، يعني لا لا الدنيا تمام الحمد لله. ايه ودي اكتر حاجة شحناني. ايه اكتر نقد اثر فيه؟ ما اثرش، يعني انا اصلا متعوده طول عمري على ان انا اسمع الجنبين، يعني سواء سلبي او ايجابي. لو مثلا لو بتتكلمي بسرعه شويه هدي، لو ما بتحطيش مثلا معلومات كافيه عن المنتج الفلاني لا حطيها، حاجات كده. فمش نقد بمعنى النقد يعني. بتتقبليه جدا جدا جدا، لان انا متعوده على التعامل مع الجمهور عامه، فانا تمام يعني انا بسمع وبحسن لو في مشكله. طيب، وخطتك القادمه بقى الفتره اللي جايه ايه؟ اخلص بقى اخلص عشان ارجع شغلي وبناتي يرجعوا البيت ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفق حضرتك وينصرك على مرض ربنا السرطان. يخليك يا استاذ انا فادي يعني تسلم. بشكر حضرتك وانا جدا، اتشرفت بيك جدا جدا. دكتوره ناديه مجدي، واحده من محاربات سرطان الثدي. ميرسي خالص. ميرسي لحضرتك.
ميرسي على دفعه الايجابيه ربنا اللي يخليك. عند حضرتك، وربنا ينصرك ويوفقك ان باذن شاء الله الله. على خير. ميرسي لحضرتك جدا. ميرسي شكرا خالص يا فندم، شكرا يا ميرسي فندم. خالص. شكرا. مشاهدينا دي نهايه فقرتنا، لسه فقراتنا مستمره بعد الفاصل، تابعونا.